الموبايل ده محسوب على الفئة المتوسطة مع ان سعره بيبدأ من 21,000 جنيه، وهسيب لك اسعار النسخ على الشاشة. وما تستغربش لما بقول لك بالسعر ده انت في الفئة المتوسطة، لان للأسف ده بقى طبيعي. معانا النهارده سامسونج اي 56 اللي بيجي بمواصفات ممكن تخليه قريب من موبايلات الفلاج شيب. هنشوف مع بعض في فيديو النهارده مميزاته وعيوبه وهل يستحق انك تشتريه ولا لا. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وشير عشان الفيديو ده يوصل لأكبر عدد ممكن. شكرا ل 53 ألف مشترك. يلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد مع سامسونج A56 5G. واول حاجه كالعاده بنبدا بيها هي التصميم. الموبايل بيجي بلغه تصميم جديده، اي نعم مش مختلفه جامد عن السابق، ولكن التصميم هنا بريميوم عشان بيجي بخامات معدن مع ظهر زجاج وكمان محمي بطبقه حمايه جوريلا جلاس فيكتوس بلس. لما بقول لك التصميم مش مختلف كتير عن السابق، ده عشان بيجي بنفس الاطار الفلات اللي فيه جزء منحني. هنا هتحس بس الفرق عند وحده الكاميرات بالاضافه لحلاوه اللون الجديد على عكس السابق اللي كنت ممكن تحسه رخيص شويه. عموما الاختلاف مع انه بسيط الا انه نقل الشكل العام لحته احسن بكتير، لذلك انا متاكد ان التصميم هيعجبك. الموبايل بيجي بوزن 198 جرام، وده وزن مايل للتقل شويه، وده طبيعي بسبب الخامات التقيله اللي في الموبايل. وعشان الموبايل ده متقفل الى حد ما كويس، هتلاقيه بيجي بمعياريه IP67 اللي بتديله مقاومه للغبار والماء لحد متر ونص لمده نص ساعه. لو شفت بقى الاطار من اليمين هتلاقي زرار التحكم بالصوت وتحتهم زرار الباور. من فوق مفيش حاجه غير المايك الخارجي، اما من الجانب الايسر زي الاي 55 مفيش اي حاجه. ومن تحت السماعه الخارجيه اللي بتدعم الدولبي اتموس بصوت ممتاز غني عن التعريف. وهنا المايك ومنفذ التايب سي ومنفذ الشريحه اللي بيدعم تركيب شريحتين اتصال بس، ومفيش اي مكان للميموري الخارجي. والشبكات هنا 5G، وللاسف الشبكات مش الافضل مقارنه بباقي موبايلاته المنافسه. مع العلم طبعا ان الموبايل هنا بيدعم الخط الالكتروني الاي سيم. التصميم ككل عجبني، وممكن تقول لي في التعليقات ايه رايك عشان ننتقل مع بعض للنقطه التانيه معانا وهي الشاشه. سامسونج اي 56 بيجي بشاشه غنيه عن التعريف، وده طبيعي لان سامسونج قويه في النقطه دي، وده ملعبهم يعني في الاول وفي الاخر. الشاشه هنا ممتازه، بتيجي بدقه 2340 في 1080، بتيجي من نوع سوبر اموليد، شاشه كبيره بمساحه 6.7 انش. الشاشه في ككل ممتازه وجودتها حلوه لانها بتيجي بجوده فول اتش دي بلس، وعليها كمان طبقه حمايه جوريلا جلاس فيكتوس بلس. وطبعا زي الجيل السابق بتيجي بشكل الثقب. طبعا بتيجي 120 هرتز، مش محتاج اتكلم في النقطه دي، وده هيخلي الموبايل سلس في الحركه والتنقل بين التطبيقات. وعشان هي سوبر اموليد هتلاقي السطوع فيها عالي، بيوصل معاك 1200 نتس بشكل فعلي، وبيوصل كبيك برايتنس 1900 نتس. وبما ان الشاشه بقى زي ما قلت لك بتيجي سوبر اموليد، هتلاقيه بيدعم خاصيه الاولويز اون ديسبلاي بالاضافه للبصمه المدمجه فيها اللي لسه برضو محتاجه تتحسن اكتر، خصوصا ان في موبايلات اقل منه بتقدم اداء بصمه احسن بكتير. لكن في الاخر الوضع هنا مقبول، مع انه ممكن يبقى مش مريح قوي للبعض. الشاشه ما فيهاش اي كلام، وما اقدرش اقول لك ان فيها اي عيوب. هي زيها زي موبايلات الفلاج شيب من حيث الجوده والاعتماديه، وبقول لك كده عشان ده هيخليها معاك 100 100 سواء بتلعب او بتتفرج على حاجه طول اليوم. كمان هتلاقي الحواف الجانبيه قليله وبنفس الجيل السابق، مع وضوح الحافه السفليه شويه بشكل زايد عن الحواف الجانبيه، الا انها مش كبيره للدرجه اللي ممكن تضايقك. الشاشه ككل جميله واعتماديه وما فيهاش اي عيب من وجهه نظري، وده كده كده كان معتاد من سامسونج، لان في الاول وفي الاخر ده ملعبهم زي ما قلت لك. وعشان كده هننتقل مع بعض للنقطه الثالثه معانا وهي الاداء. اي 56 بيجي مع معالج من اكسينوس 1580 مع تكنولوجيا 4 نانومتر. هو تطوير بسيط عن ال 1480 السابق اللي كان بيجي في الاي 55، وعلى الرغم من ان التطوير هنا بسيط الا ان كان اللي فات وده الاتنين ادائهم ممتاز. واتكلمت عن الاي 55 في اكتر من فيديو على القناه. وللناس اللي بتهتم بارقام البنش مارك، دي الارقام الخاصه بيه اللي هتاخد منها اداء عملي بشكل يومي، سواء بقى في الالعاب اللي تشتغل بكل كفاءه، وده بفضل المعالج الرسومي اكس كليبس 540. الاداء المتواصل على الموبايل هيخليه ما يسخنش بشكل ملحوظ، وده كمان عشان المعالج هنا 4 نانومتر. طبعا بقول لك كل ده بالمقارنه بموبايلات تانية فئته السعريه. وللناس اللي بتسال على اداؤه في لعبه زي بابجي، هتاخد منه سلاسه كويسه وفريمات بتوصل لحد 60 اطار كحد اقصى، وباقل حاجه 35 فريم تقريبا عشان يديك تجربه متوسطه ككل 57 ل 60 فريم. وطبعا مقارنه بباقي موبايلات فئته السعريه هتلاقيه بيتفوق على اغلبهم، سواء بقى من حيث الارقام زي ما هو واضح، وكمان في الوضع الطبيعي في الاستخدام اليومي. الموبايل معانا بيجي بنسختين، واحده 8 والتانيه 12 رام، والاثنين 256 جيجا من نوع يو اف اس 3.1. بالاضافه كمان لبطاريه 5000 ملي امبير هتقعد معاك اليوم وزياده.
عشان تكمل معاك تجربة الأداء. وكمان هنا الموبايل اتطور عن الجيل السابق وبقى بيدعم خاصية الشحن السريع ال 45 واط، عشان الموبايل ده يبقى أول موبايل متوسط من سامسونج يقبل السرعة دي اللي هي 45، اللي بيشحن 65% في نص ساعة. ولكن عشان تاخد الشحنة كاملة هتعدي الساعة وزيادة، زي ما انتم شايفين معانا ساعة و12 دقيقة، وده بداية من ال 9%. بس للأسف الشديد مش هتلاقي الشاحن ده في العلبة. وزي ما انتم شايفين في استخدام بطارية كان استهلاكنا 77%، خدنا منه 6 ساعات شاشة مفتوحة و12 ساعة تقريبا وضع الاستعداد. اما ال 57% ادانا شاشه مفتوحه 4 ساعات ونص ومقفوله في وضع الاستعداد 18 ساعه. في النهايه متوسط الاستخدام اليومي 7 ساعات، وده رقم ممتاز جدا جدا. الاداء ككل بجانب البطاريه والشاشه ممتازين ومقبولين جدا، مع العلم انك هتلاقي موبايلات تانية فئته السعريه اعلى منه في الاداء، لكن برضو عندك ميزه الشاشه الممتازه. وكمان هتاخد معاك هنا كمان تحديثات لحد 6 سنين من سامسونج عشان تشتري الموبايل ده وانت مطمن، ولو حافظت عليه طبعا هيدوم معاك ان شاء الله سنين. وطبعا هتلاقي معاك اندرويد 15 مع واجهه سامسونج الاحدث One UI 7 اللي بتدعم الذكاء الاصطناعي الاي اي بكل مميزاته. نيجي بقى لنقطه مهمه معانا وهي الكاميرات، والنقطه دي بقول عليها مهمه لان في ناس كتير قوي يهمها موضوع الكاميرات وبتحب تروح لموبايلات سامسونج بس عشان ارقامها بقدر الامكان بتكون حقيقيه مش مجرد ارقام على ورق وخلاص. هنا معانا 3 كاميرات خلفيه، الاساسيه 50 ميجا مستشعر من سوني اي ام اكس 906 بفتحه عدسه اف 1.8 مع مثبت بصري حقيقي او اي اس. الكاميرا الثانيه 12 بفتحه عدسه اف 2.2 ودي للتصوير الواسع الالترا وايد. والاخيره معانا بدقه 5 ميجا لتصوير الماكرو بفتحه عدسه اف 2.4، كل ده بجانب الكاميرا الاماميه 12 بفتحه عدسه اف 2.2. نيجي بقى للصور، زي ما انت شايف هنا الثلاث عدسات، واضح قد ايه الصور جميله ونقيه والالوان واضحه، مع العلم ان افضل كاميرا طبعا الاساسيه اللي هي بتيجي ب 1 اكس، ولو عملت زوم 2 اكس مفيش اي نويز او تغيير في الالوان. الالترا وايد حلوه برضو، ما بعدتش عن جوده الالوان في الصورتين اللي فاتوا. في الشمس هنا الجوده برضو حلوه ومفيش لسعات كتير في الصوره، واضح جدا الالوان ممتازه سواء في الضوء او في الظل. الاهم من الشمس والاضاءه العاليه الاضاءه الداخليه، باي عدسه من عدسات التقريب هتلاقي الكاميرا كويسه، مع ان هتلاقي بعض النويز البسيط بس بشكل مقبول. البورتريه ناجح قوي، ومقارنه بموبايل قوي زي الايفون 13 مثلا النتائج هنا ممتازه، وعملت لك عنهم فيديو كامل كمقارنه كبيره ما بينهم هما الاثنين. التصوير الليلي مقبول بشكل كبير وعملي واعتمادي، تصوير الفيديو سلس في الثبات، ولكن التنقل في التقريب مش احسن حاجه لانه بيتنقل بسرعه وبيديك منظر كده مش مريح. وهنا افضل حاجه في الموبايل ان الموبايل ده بيوصل معاك دقه الفيديو لحد 4K مع دعمه لل HDR. وهنا بقى في النهايه سواء الصور اللي واضحه معانا او الفيديو كانت نتائجهم قريبه جدا من بعض. الكاميرا ككل كويسه، ولكن كانت محتاجه تكون احسن شويه في الفيديو، وكمان خصوصا موضوع التقريب، لكن مع التجربه اليوميه هيكون عملي ومش هيزعلك. في النهايه الموبايل ده بيقدم لك تجربه عمليه وممتازه كقيمه مقابل السعر. وانا عارف ان في ناس شايفه ان السعر اللي عدى ال 20,000 جنيه وبيوصل لحد 25,000 تقريبا ده مبلغ مبالغ فيه، لكن يا صديقي للاسف دي بقت اسعار الفئه المتوسطه. كمان كله بقى واخد اتجاه العلبه الفاضيه، لاننا هنا مش بنشوف مع اي موبايل تاني في الفئه السعريه دي غير سلك الشحن بس. ولو شفت على القناه عندنا هتلاقيني عملت موبايلات تانية كتير، وهتشوف في العلب بتاعتهم مش موجود اي حاجه. وكمان تقدر تشوف الفيديو الخاص بالانبوكسنج بتاع الاي 56 على القناه. عشان لحد هنا اكون وصلت معاك لنهايه الفيديو، اللي لو عجبك يهمنا انك تعمل لايك وتشاركني كمان رايك في التعليقات، وان شاء الله ارد عليكم. شكرا على المشاهده، وشكرا 53 الف مشترك. اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامه.